غدانا النهاردة بقى بسلة وفراخ ورز بالشعرية ولسان عصفور وطبق مخلل بقى محترم كده. جبت الفراخ وحطيت عليها حتة سمنة وبصلاية وجزراية وهشوحهم بقى، طبعا ورق لورا، هشوحهم بقى كويس كده. وهنا بشرت بصلاية كبيرة علشان البسلة. ضربت طماطم وحطيت عليها ملح وفلفل ونزلتها على البصلة دي كده تسبيكة البسلة. وهفصص بقى البسلة واقطع عليها جزراية كبيرة. بصوا بقى الفراخ اتحمرت ازاي. في نفس الوقت ده بغلي بقى براد مية علشان هنزل على الفراخ بمية مغلية. لسه برضو هديها تشويحة محترمة كده عشان تعمل شوربة بقى حلوة. احلى طريقة لسلق الفراخ. هنزل بقى بالشوربة المغلية عليها وارفعها تاني على النار. واول ما تبتدي تعمل ريم، هتعمل ريم بسيط قوي، هشيله واحط الملح والفلفل. عايزة تحطي ماجي حطي، بس انا ما استخدمتش ماجي. هعمل بقى شوية رز بالشعرية وشوية لسان عصفور حروف. حطيت زيت وسمنة وشعرية. وهنا التسبيكة وهنا الفراخ سلقت خلاص. بس الشوربة بتاعتها عاملة ازاي. وهنا اللسان عصفور. كل حاجة على عين والاكل بيخلص في ثانية ما شاء الله. حمر بقى الشعرية كويس. وهنا البسلة قمعتها وقطعت عليها جزراية وهنزل بقى بيها في التسبيكة. جايبة نص كيلو بسلة وجزراية، واحط عليهم بقى كبشتين شوربة كده واسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض، عشان احنا بنحب البسلة كده دايبة ما تقطمش معانا. فسبتها بقى كتير على النار. بصوا الشوربة ما شاء الله نقية ازاي، مفيهاش اي شوائب. هنا بقى احمر الشعرية، حمرها كويس. وفي نفس الوقت برضه حاطه براد مية سخنة على النار علشان انزل بيه على الرز. حطيت الرز وحطيت الملح، هنزل بقى عليه بمية مغلية عشان يبقى مفلفل وجميل. طبعا عشان حاطه شعرية كتير فزودت المية عشان يستوي. اول ما يشرب المية بتاعته هوطي عليه واغطيه. هنا البسلة، هنا لسان عصفور. ده بقى كان غدانا النهاردة، بسلة ورز فراخ لسان عصفور.